العربية اللي معاك دي ليها روح. مش معنى كلامي انها بتحس، لا طبعا، لكن انت اللي هتقدر تحس بروحها. روح العربية في شعارها واسمها، فورا كل شعار قصة بتعكس تاريخ العلامة التجارية. فالشعار مش مجرد صورة أو تصميم جذاب. يلا نفهم مع رندا فايق رمزية كل شعار. شركة ميتسوبيشي من أقدم وأهم الشركات في اليابان. بدايتها كانت سنة 1870 وكانت مشهورة بصناعة السفن، وفي سنة 1917 أطلقت سيارتها الأولى. شعار ميتسوبيشي مش مجرد رمز تجاري، لكن هو تجسيد لتاريخ الشركة العريق. فشعارها عبارة عن مزيج من 3 مسات متشابكة باللون الأحمر، وده بيوضح القيم الأساسية لشركة ميتسوبيشي، وهي النزاهة والثقة والنجاح. اختار مؤسس الشركة ياتارو إيواساكي الشعار اللي بيمثل دمج أقوى وأهم عيلتين في اليابان. اللون الأحمر اللي بيميز الشعار بيوضح الجمال وبيعكس التزام الشركة إنها تقدم كل ما هو جذاب ومثير. شركة جاكور البريطانية تأسست سنة 1922 على يد ويليام ليونز، وأول ظهور لجاكور كان في صناعة الدراجات النارية، لكن للأسف فشلت في البداية، وبعد كده اتجهت لصناعة السيارات الرياضية. وأول سيارة رياضية ظهرت لشركة جاكور كان في الخمسينات. اختارت الشركة شعار النمر رمز القوة والسرعة والشجاعة والطموح. فشركة جاكور بتجمع بين التصميم الجمالي والأداء المتفوق مع الطموح الدائم لمستقبل أفضل. أما عن سيارة الأحلام فيراري فهي رمز القوة والفخامة والأناقة. هي إيطالية الأصل. شعارها الحصان الأسود القافز، مرتبط بتميمة الحظ والحماية من الشر. أصل الشعار بيرجع للحرب العالمية الأولى وبسالة وشجاعة الطيار الحربي فرانشيسكو باركا، اللي كان معروف دايما باستخدام هذا الشعار ووضعه على كل الطيارات الخاصة بيه اللي كان بيستخدمها في الحرب، وحقيقي كانت بتجلب ليه الحظ السعيد. وبعد موت فرانشيسكو وتكريما ليه وتقديرا لأعماله البطولية، قرر إنزو مؤسس شركة فيراري باستخدام شعار الحصان القافز، وأصبح الشعار الرسمي لشركته. ومع التطور أضاف إنزو الدرع الأصفر وهو رمز لمدينة مودينا مكان ميلاد إنزو، وأضاف كمان في أعلى الشعار علم إيطاليا، وده بيوضح حبه الشديد لوطنه. وأسفل الشعار في حرفين هما الإس والإف، وده اسم فريق اسكودريا فيراري. أما عن شعار أودي الألمانية فهو عبارة عن 4 حلقات متشابكة. هي بتوضح اندماج أقوى وأقدم 4 شركات لتصنيع السيارات في ألمانيا، هما شركة أودي ودي كي دبليو وهورش واندر. فكرة الحلقات الدائرية ظهرت على يد أوغست هورش، وده بيعكس رسالة واضحة على قوة هذه الشركات وتماسكها في مجال التكنولوجيا والابتكار. مرسيدس صاحبة السيارات الألمانية الفاخرة. شعارها عبارة عن نجمة ثلاثية داخل دايرة، بتوضح سيطرة محركات ديملر مؤسس الشركة على البر والبحر والجو، وإنها الأفضل في صناعة محركات السيارات والطائرات والسفن. صاحب فكرة شعار مرسيدس هو غوتليب ديملر. استلهم الشعار من نجمة كان بيرسمها على بطاقاته البريدية للعيلة. أولاده بول وأودولف قدروا يحولوا الفكرة إلى شعار رسمي، وأصبحت النجمة الثلاثية بتمثل سيطرة محركات ديملر على جميع وسائل النقل. وهنا تحولت فكرة أب برسم على ورق إلى حقيقة على يد أولاده. فعلا مرسيدس تستحق اللقب بجدارة. BMW الألمانية رمز الفخامة والإبداع، بنسميها العربية الطائرة. شعارها على شكل مروحة طائرة باللون الأبيض والأزرق، من تصميم شركة بافاريا الألمانية
اللي كانت مميزة بتصميم المحركات الهوائية للطائرات العسكرية للجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الثانية. وتم اختيار اللون الأبيض والأزرق في الشعار، وهو لون علم ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا. فتصميم شعار المحركات الهوائية بيوضح فخامة وإبداع الشركة لصناعة سياراتها في كل أنحاء العالم. بيجو ملكة الطريق وملكة العربيات الفرنساوي. بداية شركة بيجو كانت في صناعة المناشير، وظهر الأسد لأول مرة كرمز للعلامة التجارية. ومع التطور قررت شركة بيجو الحفاظ على هوية العلامة التجارية، وأصبح شعار الأسد هو رمز القوة والسرعة والمرونة. وللحفاظ على الهوية البصرية للشركة وضعت شعار الأسد داخل درع خاص بيه. هختم معكم حلقة النهاردة مع سيارة الشعب فولكس فاجن. هي شركة عامة أسسها حزب العمال سنة 1937، وشعارها عبارة عن حرفين V و W، اختصار لكلمة فولكس فاجن داخل دائرة بتوضح الوحدة والاندماج. وفي النهاية خليني أقولك، خد الحكمة من أفواه السيارات من خلال الشعار والقصة.